لا ومصر وبتاع وعملوا معركه وطنيه كبيره. وانا طبعا يعني اي حد يحب المعارك الوطنيه طبعا ندافع عن بلدنا. والدكتور الجنزوري ما قالش اي حاجه من ساعه ما جه ونفذها. يعني هو اول ما جه قال ادوني شهرين علشان ارجع الامن والاقتصاد، ما عملش. قال المتظاهرين بتوع مجلس الوزراء لن يتعرضوا لعنف لفظي، اتسحلوا واتضربوا واتقتلوا. يعني كل حاجه بيقولها بيحصل عكسها. هو بس بيحب دكتور الجنزوري لسبب ما هعرفه انا، طبعا انا مش يعني بتامله برضو. هو بيحب يقول جمله مصر لن تركع. يعني هو بيعتبر الدكتور الجنزوري ان كلمه مصر لن تركع دي مؤثره جدا. طبعا الحقيقه مش مؤثره لان احنا مش عارفين هتركع ازاي ولا مين اللي هيركعها ولا ركعت ليه، ولا بالاضافه ان كلنا بنركع لما نيجي نصلي يعني. فالحقيقه ان الوضع كله على بعضه لما تقيسه بالوزراء ورئيس جمهوريه المانيا اللي خد قرض سنه 2003 مش مجانا وما حطش فلوسه على اراضي الدوله، ده خد قرض بتسهيلات. يعني بدل مثلا ما هيسدده في 10 سنين عدده ب 15 سنه. انتهى مستقبله السياسي. طيب بعد ما عملوا المعركه الوطنيه العظيمه الكبرى دي، انا كنت مسافر في معرض كتاب بروكسل، رجعت لقيت حاجه غريبه جدا. قالوا لي ده في طياره امريكاني جت خدت المتهمين، فانا افتكرت انها هربتهم سرا. قالوا لي لا ده مش سرا، ده المحكمه. عرفت بقى قصه الحقيقه قصه محزنه جدا. المستشار عبد المعز عمل ضغط على رئيس محكمة الجنايات علشان يفرج على المتهمين الأجانب. رئيس محكمة الجنايات رفض، وموقف محترم جدا. هو والقضاة اللي معاه في الهيئة كلهم استقالوا. قام عمل ايه المستشار عبد المعز؟ عمل ايه وهو رئيس محكمة الاستئناف؟ راح جايب دايرة تانية، جاب قضاة من بيوتهم وفتح دايره. يعني ايه فتح دايره؟ يعني عمل محاكمه الساعه 8 بالليل. هل حضراتكم سمعتوا في تاريخ مصر ان في محاكمه اتفتحت الساعه 8 بالليل؟ فتح المحاكمه 8 بالليل ليه؟ علشان الدايره دي القضاه دول اللي هم هيعملوا المطلوب منهم. القضاه دول هيعملوا ايه؟ هيدوا افراج للمتهمين الاجانب. طبعا بين قوسين القاضي اللي عمل كده هو اصلا ضابط امن دوله سابق ثم التحق بالقضاء. انا مش بقول رايي، انا بقول معلومه وهي معلومه صحيحه. ان رئيس الدايره اللي افرج عنهم ده ضابط امن دوله سابق والتحق بالقضاء. وبعدين الطياره نزلت قبل المحكمه. دي مأساة. معناها ايه الطياره نزلت قبل المحكمه؟ معناها انه الطياره عارفه انه هيجوا. فاصبحنا احنا اذا انتهاك للسياده الوطنيه المصريه، انتهاك بجد للسياده الوطنيه، انتهاك لكرامه المصريين، انتهاك للقانون المصري. طيب الاساتذه اللي كانوا عاملين حرب، السيده فايزه ابو النجا والدكتور الجنزوري، دول عملوا ايه بعد ده؟ المفروض ده الراجل خد مخالفه مستقبله السياسي انتهى في انجلترا. المفروض انتوا بقى يعني يكون في يعني شويه، يعني مش عايز اقول شويه ايه، يعني يبقى في شويه حاجه حلوه كده تخليكم تاخدوا موقف. لا فايزه ولا كاني فايزه ابو النجا طلعت قالت انا ماليش، برضو دي طريقه ما اعرفش حاجه وماليش علاقه بالموضوع. ازاي مالكيش علاقه بالموضوع؟ ده انت اللي لسه قايله الكلام. لا والله ما اعرفش وبتاع. الدكتور الجنزوري طلع برضو قال مصر لن تركع برضو. يعني هو عنده فكره مصر لن تركع دي، يعني مش عارف انا حد يقنعه يغير حتى يعني يخليها مصر لن تنحني مثلا، بلاش لن تركع انما لن تركع. وبعدين اللي بيحصل الحقيقه غير كده خالص. فالمهم قعدت انا عملت مقارنه ليه بيحصل عندهم كده وليه بيحصل عندنا كده. بيحصل عندهم كده ليه؟ لثلاث اسباب، وعندنا نفس الموضوع. المقارنه بين الوزراء والسلطه هناك والوزراء والسلطه عندنا. لقيت ثلاث عوامل. اول عوامل اللي هي طريقه الوصول للسلطه. دي عامل مهم جدا في ان انت تجد الوزراء هناك بيتصرفوا كده والوزراء عندنا بيتصرفوا كده. ازاي؟ لما اكون منتخب، انا دلوقتي منتخب، الشعب انتخبني، اي بني ادم في الشعب هو صاحب فضل عليا لان هو اللي جابني في المكان ده. يبقى انا طبيعي ان انا هنزل اشوف كل واحد شكوته ايه، ولو فقدت ثقه الناس لازم امشي. ده لو انا منتخب. انما لو انا واخد الحكم بالعافيه بالقوه، حسني مبارك كان واخد الحكم بالقوه، واخد الحكم لانه يملك القوه اللازمه للسيطره او للاحتفاظ بالسلطه. للاسف الشديد طبيعه السلطه دي انتقلت للمجلس العسكري.
المجلس العسكري غير منتخب، ومش المفروض المجلس العسكري يزعل لما نقول له غير منتخب، ولا هو فاهم نفسه منتخب؟ هو مش منتخب. فالنتيجه انه اليات العلاقه بين السلطه والشعب بتبقى كده، لان انت ما انتخبتنيش، انت مالكش فضل عليا. يحصل ايه بقى؟ انه الوزراء يبقى ولائهم للسلطه مش ولائهم للشعب. يعني الدكتور الجنزوري او السيده فايزه ابو النجا او الناس اللي معاهم، معظم الناس اللي معاهم يعني مش كلهم، معظمهم، لو المجلس العسكري زعل منهم يزعلوا جدا، لان هو ده الموضوع، هم بيشتغلوا بواسطه المجلس العسكري. لو الشعب زعل منهم ما يفرقش كتير. فده طبيعه السلطه. تاني حاجه استقلال القضاء. لما بنقول في انجلترا وفي المانيا انه المدعي العام رفع الحصانه عن رئيس جمهوريه المانيا، ده مش قليل يعني، رئيس جمهوريه المانيا، المدعي العام اللي رفع الحصانه ده ممكن يبقى قد ولاده، يعني ممكن يبقى وكيل نيابه عادي. ليه؟ لانه استقلال القضاء. طبعا احنا عندنا كلام كتير بقى استقلال، يعني دايما احنا نغطي الموضوع زي مصر لن تركع كده بايه؟ بشويه شعارات. لا، هناك مش شعارات، القضاء مستقل فعلا. يعني وكيل نيابه صغير عنده 26 27 سنه يقدر يجيب رئيس الدوله لو في ما يستدعي، ويقدر يتهمه ويقدر يحبسه. وبالتالي بيبقى فيه فزع من موضوع الملاحقه القضائيه، فبتلاقي كل وزير ماشي كويس جدا، لانه هو مش عشان شكله بس، لا عشان هيتحبس. فبالنسبه عندنا احنا عندنا قضاة مستقلين في معظمهم، هم مستقلين، بس ده من وحي ضمائرهم. النظام القضائي في مصر غير مستقل، وده ما يزعلش حد، ده القضاة اللي بيقولوا كده. ليه غير مستقل؟ لانه التفتيش القضائي، حضرتك قاضي، التفتيش القضائي اللي هو يديك علاوات او جزاءات او يحولك للصلاحيه، الصلاحيه يعني يتحقق معاك او ممكن تمشي كقاضي خالص، هذه الاداره اللي هي التفتيش القضائي تابعه لوزير العدل، بيعين رئيسها وزير العدل. مين اللي بيعين وزير العدل؟ رئيس الدوله اللي هو كان مبارك، والان اصبح المجلس العسكري. يبقى معنى كده انه رئيس الدوله بيتحكم في القضاه. المفروض انه القاضي يبقى مستقل تماما. الجهاز القضائي في مصر غير مستقل، القضاة مستقلون، ده معظمهم طبعا من وحي ضمائرهم. وشفنا ازاي ان دايره محكمه جنايات القاهره المحترمه مستشار محمد محمود شكري لما لقى انه في ضغط عليه استقالت. ده القاضي المستقل. انما وجود الضغط عليه، وجود الضغط على الدايره، معناه ان القضاء مش مستقل، لان المستشار عبد المعز ما اعتقدش اطلاقا ان هو هيضغط على دايره محكمه الجنايات لوحده، مش ممكن. يعني اذا يعني اللي عايزنا نفهم كده يبقى ما بيحترمش ذكائنا. لا، المستشار عبد المعز وراه المجلس العسكري، ومفيش اي تفسير تاني. بالاضافه لان مفيش طياره، امبارح وزير الطيران بيقول ايه؟ مفيش طياره لا بتنزل ولا بتقلع من مصر غير بموافقه المجلس العسكري. يبقى ما ينفعش ان احد اعضاء المجلس العسكري يطلع يقول احنا ملناش دعوه، ده القضاه، والقضاه يقولوا احنا ملناش دعوه، وفايزه ابو النجا تقول احنا ملناش دعوه، والجنزيرو يقول احنا ملناش دعوه. لا، ما ينفعش. دي العمل الثاني اللي بيخلي دايما سلوك الوزراء في مصر مختلف عن سلوك الوزراء بره. العامل الثالث هو مفهوم الدين. ده عامل مهم جدا في الدول اللي بره. يعني كلنا، انا اتعلمت وقعدت بره، كل الناس راحت، يعني مش ما حدش بيتكلم على تدينه خالص. يعني انت يعني ما حدش بيقعد يقول لك والله انا بصلي وانا ما بصليش، او انت بتاع، او الكلام ده، انا بروح الكنيسه، لا انا بروح. ما حدش له دعوه بحد. انت مسلم، انت مسيحي، انت يهودي، انت ليك اي دين عايز تعمله اتفضل، من حقك، واختيارك للدين، حق العقيده مكفول، حق العباده مكفول، اي ما كان دينك. طيب امال الناس بتقيم بعض على ايه؟ الناس بتقيم بعض على سلوكها. يعني انا اوكي، انت مسلم، انت قبطي، انت يهودي، انت، انا ده موضوع يخصك انت مع ربنا. انما انا بقيمك على ايه بقى؟ على احترامك للناس، احترامك لنفسك، معاملتك الكويسه، ادائك في العمل، مجموعه اخلاق، قيمك الاخلاقيه. دي اللي بتخلي انت يتم تقييمك امام الناس وامام القانون. وبالتالي
الناس بتكون بتشتغل جوه الموضوع، يعني ما بتقعدش تضيع وقت في انها تخش في مظاهر دينيه. الحقيقه انه هذا الكلام اللي هي فكره السلوك الانساني كمعيار للتقييم، هو ده في تقديري انا يعني جوهر الاسلام. يعني الاسلام عندنا جوهره كمسلمين هو انه الدين المعامله، هو ان انت موضوع بينك وبين ربنا، ربنا اللي هيحاسبك عليه، انما انا يهمني علاقتك بالناس وعلاقتك بالعمل وامانتك وكفاءتك ده جوهر الاسلام. العدل والحريه والمساواه، انا كاتب كده، هم دول المبادئ الرئيسيه في الاسلام، وكل ما هو غير هذه المبادئ اقل اهميه. يعني فكره ان احنا نربي دقننا ولا ما نربيش، نلبس جلابيه بيضاء ولا نلبس جلابيه زرقاء، كل الحاجات دي انا مش ضد الناس اللي بتعمل كده، بس انا ضد ان ده يتصدر على انه دين، لانه الحقيقه انه الدين هو السلوك وهو القيم. فكره انه الدين يبقى المظهر والعقيده دون السلوك فكره خطر جدا تسربت للمسلمين في اوقات الانحطاط. يعني سيدنا ابو بكر رضي الله عنه عمل اول دستور قبل ما ينشئوا قانون الدستور، قال اما بعد، كلنا عارفين الخطبه العظيمه دي، فقد وليت عليكم ولست بخيركم. كده نسف فكره ان انا احسن واحد فيكم، لا، بيقول ده انا مش احسن واحد، ده انت في احسن مني. اطيعوني ما اطعت الله والرسول، فان لم اطعهما فلا طاعه لي عليكم. الراجل قال ده دستور، الدستور بيني وبينكم ان انا اشتغل صح واعمل شغل مظبوط، والله لو عملت يبقى اطيعوني، ما عملتش لا طاعه لي عليكم. ده كان قبل انشاء القانون الدستوري. يعني الاسلام جوهره هو النظام اللي خلى الغرب يحكم العالم، بس هم يعني هم عندهم اسلام من غير مسلمين، واحنا للاسف في اوقات كتيره بنبقى مسلمين من غير اسلام. فلما تيجي تشوف مثلا الحزب، اولا طبعا انا كنت وقلت في هذا البرنامج قبل كده، انا عندي تحفظات على هذه الانتخابات، والانتخابات دي بالمناسبه كان رئيس اللجنه بتاعها المستشار عبد المعز الشهير، اللي هو كلم الناس القضاه علشان يفرجوا عن الامريكان. هو ده كان رئيس اللجنه، والحقيقه كان اداؤه سيء جدا، ولم في واقع الامر يعني ان هو ما عملش اي اجراء ضد اي مخالفه حصلت في الانتخابات خالص، وخصوصا لو مخالفه من الاخوان والسلفيين اللي هم بينظر لهم على انهم حلفاء او اصدقاء او شركاء للمجلس العسكري. فالنتيجه ايه؟ انا قلت انه نحترم هذا البرلمان وندعمه رغم كل عيوب الانتخابات دي، وكنت اتمنى ان البرلمان يبقى على مستوى الثوره. ما حصلش. ده احنا شفنا ان البرلمان ده هو دلوقتي عاملين معركه علشان يوقفوا العام الدراسي، اليوم الدراسي يقف عشان التلامذه تصلي الظهر جماعه. طيب ما هي الفسحه في وقت الظهر، يعني ممكن يصلوا الظهر جماعه في الفسحه بدل ما نلخبط، واصلا حاله التعليم يعني بائسه جدا في مصر. لا، لازم نوقفه وبعدين يرجعوا يقفوا في الفسحه تاني. طب والمسيحيين دول ما هم بني ادمين برضه، مواطنين، هيعملوا ايه؟ كده بقى مش هيجي لك يوم الاحد، ما تزعلش منه، كده بقى هيروح يصلي، مش انت بتصلي خلاص هو كمان هيروح يصلي، انت واخد بالك؟ طيب هل ده اولويات؟ لا. طب عملنا ايه بقى مجلس الشعب؟ عملنا ايه في قصاص الشهداء؟ ولا حاجه. عملنا ايه في مذبحه بورسعيد؟ طلعنا التقرير ده عمل ايه؟ ولا حاجه. طيب عملنا ايه؟ هل حد قام حمل المجلس العسكري مسؤوليه اي حاجه؟ لا خالص. يجوا عند المجلس العسكري يقف. طيب لما يقوم نائب يقول على رمز وطني زي الدكتور البرادعي انه عميل ويقود العملاء، يعني مش هو بس، ده كل الناس اللي بتأيد البرادعي عملاء، طيب ما حدش يحاسبه، هو بيقول الكلام ده جوه البرلمان. لما يجي زياد العليمي نائب ثوري محترم غلط، ممكن يكون، انا رايي ان التشبيه ما كانش موفق، طيب بس ده قالوا بره البرلمان، مش المفروض البرلمان يحاسبوا عليه؟ والموضوع ده مسبوق على فكره، لان في برلمان سنه 24 كان فكري اباظه قال كلام بره البرلمان، وسعد زغلول كان رئيس البرلمان، فجم يحاسبوه، سعد زغلول قال لا احنا بنعمل قواعد، ما يقال خارج البرلمان يبقى ده مش من البرلمان، ما يحاسبش عليه. انما هم عملوا كأن زياد العليمي ده يعني عايزين ينكلوا بيه، لو يعني الواحد بقى جاله احساس انهم يعني مش عارف يعملوا فيه ايه، وحولوه قيم وعمل وبتاع. طيب ما الراجل شاتم واحد تاني من تحت البرلمان، لا
ولما ما رضوش يحاكموا النائب اللي اتهم البرادعي او تطاول على البرادعي، راحوا مهنيينه وبايسينه، مش عارف بيبوسوه على ايه. العجيب بقى ان الاخوان دول اللي هم ساكتين على اهانه البرادعي ده تحت البرلمان، تحت القبه، هم نفسهم، ده انا كنت حاضر هذا الكلام، جمعوا 600,000 توقيع لتأييد البرادعي. 600,000 توقيع للاخوان المسلمين عملوهم لتأييد البرادعي. بس الكلام ده كان امتى؟ قبل الثوره. كانوا محتاجين دعم البرادعي. دلوقتي لا، هم محتاجين دعم المجلس العسكري، والمجلس العسكري مش بيحب البرادعي، يبقى احنا كمان ما نحبش البرادعي. ده اسمه، طبعا انا بحاول ابقى استعمل الفاظ مهذبه، بحاول يعني. ده اسمه التلون السياسي، ده اقصى حاجه مهذبه اقدر استعملها بصراحه. ده اسمه، لان في حاجات اسوأ. التلون السياسي، التلون السياسي ده منافي للاخلاق طبعا، لانه المفروض تبقى عندك مبدأ. طيب اي شيء منافي للاخلاق يتفق مع الدين ولا يختلف مع الدين؟ نفكر كده. اي شيء منافي للاخلاق يتفق مع الدين ولا يختلف مع الدين؟ لا طبعا يختلف مع الدين، لان المنافي للاخلاق منافي للدين بالضروره، لان الدين لازم نازل عشان الاخلاق. ولكن في واقع الامر ان احنا دي النقطه الثالثه اللي مخلينا متاخرين. انا قلت 3 نقط: طبيعه السلطه، استقلال القضاء، مفهومنا للدين. النقطه الثالثه ايه بقى؟ ان انا لما بحول الدين اجراءات، يعني مش موضوع دين السلوك، لا، لابس ايه، جلابيتك عامله ازاي، عندك زبيبه ولا لا، عندك دقن ولا لا، حاجات زي كده. لما بحوله لاجراءات، التاريخ بيقول لنا، مش الاسلام بس، اي دين لما تحول لاجراءات، ممكن الناس اللي واخده الدين شكل تعمل اشياء سيئه جدا بضمير مستريح جدا، لانه الدين فقد الجوهر بتاعه. فالثلاث حاجات دول اللي انا اتمنى ان احنا نخلص منهم. ليه؟ لانه الحقيقه ما اعتقدش في مصري واحد، حتى الذين يدافعون عن المجلس العسكري، والحقيقه احنا لا نهاجم، اكرر يعني، بهاجم سياساته، انما انا اعتقد انه لا يوجد مصري واحد لم يشعر بالاهانه من انه امريكان بعد ما قعدتوا تقولوا لنا دول بيقسموا البلد، والراجل والقضاه طلعوا في المؤتمر الصحفي يقولوا انهم لقوا خرايط لتقسيم البلد 5 حتت بالالوان. مش عارف، انا مش عارف ايه فايده الالوان، ما علينا يعني. بعد كل ده يقوم تيجي طياره والحقيقه تضرب بعرض الحائط الكرامه الوطنيه والقانون المصري واستقلال القضاء، وبعدين نكمل بقى دلوقتي ان هنحاكم المصريين اللي هم غلابه لانهم مش امريكان. طبعا ده كلام مسيء جدا جدا،